عندما أوقعت قرعة كأس العالم فيفا قطر 2022 المنتخب المغربي في مجموعة تضم منتخبي كرواتيا وصيف بطل النسخة الماضية وبلجيكا المصنفة الثانية على العالم، كان الجميع يظنون أن بطاقتي التأهل عن المجموعة محسومتان لمصلحة المنتخبين الأوروبيين. أسود الأطلس وضعوا كل شيء جانبا عندما بدأوا البطولة وقرروا أن يخوضوها من أجل استعادة تاريخ قديم كتبوه عام 86 من القرن الماضي حينما غيروا قاعدة المشاركة من أجل المشاركة. أمام كرواتيا كانت البداية. المباراة أراد من خلالها وليد الركراكي أن يتحسس لاعبوه بأقدامهم الأرض جيدا تمهيدا لانطلاقة مختلفة. نقطة التعادل لم تكن هي فقط ما خرج به الأسود من أمام رفقاء لوكا مودريتش، بل تزودوا معها بالثقة وتجاوزوا بها رهبة البدايات. المواجهة الثانية كانت أمام بلجيكا، المنتخب الطامح لأكثر مما حققه في نسخة روسيا حينما أنهاها في المركز الثالث. المباراة احتفظت بكامل أسرارها، لكن الشياطين الحمر أنحنوا أمام إصرار وعزيمة المغاربة. هدفان قرب الأسود كثيرا من بلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخهم. ثالثة مواجهات الدور الأول دخلها المنتخب المغربي وقد ارتفع سقف الطموح كثيرا. التأهل والصدارة غايتان أدركهما أسود الأطلس في مباراة أمام كندا انتهت عمليا بنهاية شوطها الأول. الرحلة تواصلت. في ثمن النهائي تعين على رفقاء أشرف حكيمي إزاحة أحد أبطال العالم السابقين إن أرادوا أن يكون اللسان العربي ناطقا في ربع النهائي. الأسود كانت عصية على الماتادور، وياسين بونو أثبت أنه يعرف جيدا من أين تؤكل كتف الإسبان. إنجاز عربي غير مسبوق حققه أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمضي إلى الأمام، وكلما ظن منافسوه أن رحلته قد انتهت جاءهم الرد أهدافا بأقدام اللاعبين وهتافا بحناجر الجماهير يردد: ما زال